السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال يا رب. كل سنة وانتم طيبين يا رب يا رب يا رب. يجعل الايام كلها بركة وخير يا رب. احنا رمضان ده بنستناه من السنة للسنة، وبيطير كده بسرعة بسرعة سبحان الله. يعني من أجمل الشهور اللي في السنة. يا رب يا رب يعود علينا الأيام بخير يا رب. يا رب يرحم أمي ويرحم أبويا ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. مش هطول عليكم، النهاردة جايالكم هعمل لكم كنافة. طبعا ما فيش بيت بيخلى من الكنافة في رمضان. طبعا أنا قلت بسرعة بسرعة كده هعمل لكم بقى طريقة سهلة للكنافة. اهي انا جايبه الكنافه دي حطيتها في الفريزر، طلعتها وزي ما انتم شايفين اول ما طلعتها بقت سهله جدا انها تتقطع كده. قطعتها زي ما انتم شايفين كده اهي. هبتدي بقى اجيب كوبايه سمنه مسيحاها حلوه بلدي واروح مغرقاها. ثواني اهي السمنه اهي. ابتدي ارش كده كده كده. الكنافه بصراحة بتحب السمنة، بتحب السمنة البلدي. اي كنافة من غير السمنة البلدي ما بتبقى لهاش طعم. ادعكوها كده كده لحد ما تتشرب السمنة كلها اهي. نكونوا مجهزين بقى الصينية بتاعتنا، وقبل ما نجهز الصينية بتاعتنا نكون مجهزين شوية كده مكسرات. اي مكسرات عندك، لو فول سوداني انا هنا ولادي ما يعني مش بيحبوا المكسرات قوي، فبضطر احط لهم سوداني وكده عشان يديها طعم. فانا جايبه اهو، بصوا يا بنات اهو جايبه ده فول سوداني دقاه وجوزة الهند وحبة سكر. هبتدي بقى اخلطهم على بعض، وقبل ما اخلطهم على بعض هقول لكم هعمل ايه. انا يا بنات عامله العقد اهو تمام. هحط عليه الفانيليا، وعشان تبقى ناجحه حطوا عليها بتاع مثلا معلقتين سمنه بلدي، وهقول لكم ليه. ثواني. جايبه الفانيليا اهي. هبتدي احط بقى بسم الله. حطيت الفانيليا كده، حطيت الفانيليا وهدوبها كده. ونحط بقى معلقه سمنه بلدي، عشان السمنه البلدي بتدي طعم جميل جدا جدا في الكنافه. ثواني. نجيب معلقه سمنه اهي يا بنات اهي، واحطها في العقد على جمالها يا بنات اهي. سمنه بلدي ونحطها في العقد ونقلب كده تمام. خلاص هي كده تعتبر ساحت في العقد السمنه البلدي اهي. نبتدي بقى يا بنات، بصوا بقى هعمل تركايه حلوه. تركايه ايه؟ شايفين المكسرات دي؟ هروح حاطه معلقه من العقد كده، شايفين العقد ده عشان يمسك المكسرات والحاجه ما تقعش من الكنافه. بصوا يا بنات اهي اهي. نبتدي نقلب كده اهو اهو. معلقه العسل بالسمنه بتمسك في الحاجه في المكسرات وجوز الهند والسكر، فما تخليهاش لما تيجي تحطيها بقى في حشوه في الصينيه ما تقعش. هجيب الصينيه وارجع لكم. انا جبت يا بنات صينيه ودهنتها زي ما انتم شايفين سمنه اهي، وهبتدي احط الرق الاولاني تمام وارجع لكم. خلاص انا حطيت اول رق يا بنات اهو تمام. خلاص سويتها كده حلو جدا.
خلي بالكم العقد سهل جدا. كوبايتين ميه على كوبايتين سكر، وتسيبيهم وعصره ليمونه، وتسيبوهم على البوتاجاز بتاع مثلا يعني ما تكمليش حتى ايه ربع ساعه. بعد الربع ساعه تروحي منزلاه، حطي له معلقه سمنه حلوه بلدي تمام، وعليها ايه كيس الفانيليا بتاعتكم، بتدي طعم رهيب يا بنات. انا كده خلصت. نبتدي بقى نجيب المكسرات اللي انا حاطه جوز الهند وحبه سكر، وحاطه لهم معلقتين عقد من اللي انا عملته. عشان ليه؟ عشان المكسرات والحاجه ما تقعش من تبتدي تمسك في قلب الكنافه. بصوا اهو، بصوا شايفين الطريقه دي جميله جدا يا بنات. اولا بتخلي المكسرات ما توقعش خالص من الكنافه لما تيجوا تقطعوها. توزعوها كده يا بنات تمام زي ما انتوا شايفين كده. انا بوزع طريقه سهله متاخدش وقت. نبتدي بقى نجيب بقيه الكنافه اللي عندنا. انا حطيت بقيه الكنافه يا بنات، وزي ما انتوا شايفين كده ببتدي اهي ابططها كده تطلع احلى صينيه كنافه تستاهل بقكم. خلاص كده تمام. نبتدي نحطها في الفرن، واول ما تستوي هطلعها لكم واوريها لكم. واخيرا يا بنات الكنافه اتعملت اهي، لونها جميل كده، انا بحب اللون بتاعها ده. نبتدي بقى نسقيها بقى بالشربات. اللهم صل على النبي، ما شاء الله. الف هنا على قلوبكم. اتمنى تكون طريقه الكنافه عجبتكم. استنوني بقى في عمايل حاجات حلوه في رمضان ان شاء الله هتعجبكم. اشوفكم بقى في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.